المهم ان كل السكريبتات اللي اتوزعت على اللجان بعد ماتش الترجي ان احنا مش عايزين لعيبه من الزمالك تاني. دول مش واخدين على روح الانتصاريه بتاعت الاهلي، دول واخدين على الدلع بتاع الزمالك، مع ان كانت زمان اوف احا وصفقات جامده وبتاع. بس السكريبت ده اتغير النهارده، عارف ليه؟ عشان بدأوا يفاوضوا مصطفى محمد. في مفاوضات جاده مع مصطفى محمد، ومصطفى محمد انا بقول لك ممكن يروح الاهلي وممكن لا، بس ممكن المره دي قريبه. تعالى بقى اسمع معايا. اولا، هما عارفين برضو الحته اللي بيحبها كل الجماهير، اللي هي الصفقات الكبيره والصفقات الكيديه. الجماهير تفضل تحبها مهما حصل. فاحنا بعد ماتش الترجي هنهدي الدنيا ونقول لا دول لعيبه مش عارف ايه ودول لعيبه ايه، ومش عايز اشتم في الفيديو عشان ما اتحذرش. ولكن لما نيجي للجد عايزين نصالح الناس وننسيهم. الطريق معروف واحد وملوش تاني، هنروح لصفقه للاعب كبير من الزمالك. مصطفى محمد فوضوا معاه 4 مرات، دي الخامسه. دي الخامسه، تخيل. اقرب مره كانت اللي فاتت في الصيف اللي فات، كان قريب جدا لانهم كانوا عارفين ان وسام ماشي، وعشان كده كانوا حاطين في بطنهم بطيخ صيفي من ناحيه الفيرود. لكن نجيب فيرود مصري مش هتحسب اجنبي. عرضوا 4 مليون دولار، وكيله كان موافق والنادي كان موافق وهو اللي موافقش، تخيل. وجه حضر ماتش بيراميدز نهائي الكاس لو فاكر، اللي كان يوم وقفه العيد الكبير، وده كان مثابه اعلان رفض تام عرض الاهلي. العرض ممكن يبقى اكبر المره دي. ياسين منصور اتدخل بنفسه فيه. وكيله عرض. مصطفى مش مبسوط. انا بقول لك الاسباب اللي ممكن تخلي مصطفى مش مبسوط في جلطة سراي. غيروا المدرب الجديد ما بيلعبوش، بينزل كل اخر 10 دقايق. فقد مكانه في المنتخب، وده اللي مضايق مصطفى، وداخلين على كاس عالم. فمصطفى لو راح الاهلي حسام حسن هيلعبه غصب عنه. فجاه اقتنع انه عادي احسن مهاجم في مصر، فجاه مش هيقتنع ان اسامه فيصل احسن منه، فجاه هيلعب غصب عن اي حد لو خلص في الاهلي. هتقول لي مصطفى زملكاوي، هقول لك هو في زملكاوي اكتر من امام عاشور؟ عادي. ولكن الحقيقه الواد كان ذكر في كل المفاوضات حتى اخر واحده اتضغط عليه بشكل فظيع. كان هياخد هم 2 مليون دولار، اللي هو ال100 اللي بياخدهم زيزو، كان هياخد زيهم وبيلعب في مصر وبتاع وهيبقى نجم الدنيا وبتاع. فلكن رفض العرض. هو طموحه انه يكمل في اوروبا ويعافر، عمال يعافر، وقال لك لو رجعت ارجع للزمالك المره دي. الله اعلم. انا بقول لك الضغط هيبقى شديد عليه، وخصوصا ان الزمالك ما كلموش، والواد خلاص بدا يحس ان هو ملوش مكان في اوروبا، وبدا يفقد مكانه في منتخب مصر. المره دي غير اي مره، وصفقه كيديه من لحباء الجمهور، صفقه هتحل لهم قصه الفيرود، صفقه مش هيجيب محترف، مفيده في كل شيء، ويقدر يصالح بيها الناس ويقدر ينسي بيها الناس اللي بيحصل فيهم اليومين دول. انا بقول لك ان مصطفى زملكاوي، بس كل الكلام بيتغير وربنا يستر. بكره هقول لك تفاوض الزمالك مع بن شرقي.